السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى اخوات، وحشتوني كتير كتير. وتعالوا مع بعض ندفي بعض بقى كده، وندفي البيت ودفي أولادك بأكلة حلوة جدا. الأكلة دي عبارة عن محشي يا جماعة، والمحشي الكرنب بقى هو ده وقته وده ساعته وده كل حاجة. جو ساعة جدا، ولازم نعمل أي حاجة تدفينا واحنا قاعدين متكتكين كده في الساعة دي. اول حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ويضغط معايا لايك ونعمل كومنت حلو اعرف رايكم ايه. عملت النهارده محشي يا جماعه بخلطه سحريه، خلطه حلوه جدا ومحشي طلع اكثر من رائع. انا جبت الكرنب البلدي بتاعي وسلقته زي ما انتم شايفين وبقطعه كده وبجهزه. انا بحب قوي اجهز كده الكرنب بتاعي. لما بقطعه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي طريقه، والاولانيه كانت طريقه. بقسمه اتنين كده زي ما انتوا شايفين، بتبقى الورقه مستويه وجميله قوي. بفضل اقطع بقى على حسب الطول اللي انا محتاجاه. بتبقى بص سهله جدا، ولما باجي احشي ما بياخدش معايا وقت خالص في الحشو. والعروق دي طبعا مش هرميها، هحتاجها بص، وهقطعها زي ما انتوا شايفين معايا كده. هقطعها لان انا هحتاجها. هقول لكم في ايه حاجه هتحمي لك المحشي بتاعك من اول صباع لاخر صباع، هتاكليه زي الفل. انا خلصت كميه المحشي بتاعي زي ما انتم شايفين، وقطعته وجهزته اهوت. وقطعت كمان العروق بتاعتي بطريقه عشوائيه كده، بس ما هاخد الكميه اللي انا محتاجاها، والكميه التانية طبعا خلاص انا مش محتاجاها. اكتر من كده انا مش هعمل اي حاجه. تعالوا بقى مع نعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده عباره عن ايه؟ هعمل بقى ايه؟ هعمل الخضرة بتاعتي واقطع الخضرة، وهجهز بقى كل حاجة تخص المحشي الكرنب. المحشي الكرنب يا جماعة حلو جدا جدا جدا، اكتر حاجة بتدفي في الشتاء ده. شتا يعني كرنب، شتا يعني محشي عامة يعني. وانا بحب المحشي بتاعي يكون الخضرة بتاعته زيادة. كل ما يكون المحشي بتاعك الخضرة بتاعته زيادة، كل ما بيعلي معاكي في الطعم والتست، بيخليه في حتة تانية خالص. انا متعودة خالص عن يعني من ايام امي الله يرحمها، ان هي بتزود الخضرة في المحشي. يعني دي اكتر حاجة بتخلي المحشي حلو جدا. بص قطعت الخضرة هي زي ما انتم شايفين معايا، قطعتها صغير خالص. وبعد ما اقطعها هجهزها. بص انا بجهز حاجه المحشي دلوقتي، وعملت الصلصه طبعا معايا على البوتاجاز. بصلتين، وحطيت الطماطم وحطيت معاها على البصلتين والطماطم قرني فلفل سبايسي تحفه رائع اكثر من رائع. عشان اعلي التست واعلي الدفى، لازم يا جماعه ايه اعلي الدفى بقى في البيت. والصينيه بقى محشي كده يعني تخلي الدنيا اهدى مما يكون وادفى كمان يعني. كل المحشي ده بيهدي الاعصاب جدا. بصوا انا بقول لكم اللي انا قطعت الخضره بتاعتي هي زي ما انتم شايفين. وهجهز الرز ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيلو بس من الرز. وكمان حطيت عليه الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين. وكمان ايه، يلا بينا الصلصه بتاعتي التحفه. بعد ما سبكت الصلصه بتاعتي ضفت عليها البهارات اللي هي عباره عن بابريكا وشويه كمون وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وحبه ملح. اكتر من كده ما ضفتش. البهارات دي بتخلي المحشي في حته تانية خالص. انا بقول لكم ان انا مش هغسل الحله، انا هعملها كده زي ما انتم شايفين بالصلصه بتاعتها، عشان انا عايزه الصلصه دي برضو لما المحشي يستوي تبقى كلها في قلب بعضها، بتدي طعم حلو قوي. ويلا بينا بقى. بصوا انا بقى ايه، باخد ورقه ورقه كده وبحشي الكرنب معايا بطريقه سهله. الطريقه دي بتسهل لك طريقه المحشي. الطريقه ديت هتخليكي في حته تانية خالص، وهتسهل لك طريقه المحشي يا جماعه. وهتسهل لك ان انت ايه، ما يبقاش يومه تقيل عليكي او صعب وانتي واقفه. عملته والله وانا واقفه، ما خد مني وقت ولا مجهود. على طول كده. بص انا فرشت الارضيه العروق اللي انا قلت لكم عليها. وكمان بدات اللي انا احشي وصباع صباع كده زي ما انتم شايفين. بس الفه كويس جدا عشان الورق بتاعي ما يتفكش معاكي. ولسه ما اشتركتيش معايا في القناه، انزلي اشتركي ودوسي لايك واعملي كومنت حلو اعرف رايك ايه. وطبعا اخواتي الحلوين اللي دخلوا معايا جداد انا بشكرهم، وكومنتاتهم الحلوه طبعا ربنا يديمهم في حياتنا برضو حاجه كويسه. انا بقول لك اهوت خلصت الحله بتاعتي بالتساوي. واهم حاجه نسيت اقول لكم عليها، اللي انت لازم ترصي المحشي برصه مستويه. ما تحطيش المحشي بتاعك بطريقه عشوائيه، لازم ترصيه كده عشان لما تيجي تخلصيه بيطلع تحفه. ودي الشوربه بتاعتي كانت موجوده عندي في الفريزر، طلعتها وسخنتها زي ما انتم شايفين كده. وحطيت طبق في وسط الحله ونضفت الشوربه على المحشي. انا لما بعمل فراخ او بعمل اي حاجه انا مش برمي الشوربه بتاعتها، عشان بحتاجها في يوم زي كده محشي ملوخيه. انا بحتاجها ما برميهاش خالص، انا بشيلها في الفريزر. وقولوا لي مين بتعمل زي كده.
يلا نرفعه على البوتاجاز ونشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. هجيب 3 بصلات كبار وهقطعهم شرايح زي ما انتم شايفين معايا كده بطريقه سهله وجميله كده وتحفه. هقطع البصل مع بعض كده واحده واحده، وتعالوا اقول لكم هعمل طبق حلو كده طبعا جنب المحشي. كان عندي كبد وقوانص في الفريزر بتاعت الفراخ، انا مش بشتريها عشان لما كل ما بشتريها بتطلع زفره وانا ما بحبهاش يعني الصراحه. اللي هي بتاعت اللي جاهزه دي انا بحوشها من الفراخ بتاعتي. وتعالوا بقى مع بعض نعملهم طبق حلو كده جميل لذوذ كده. نعمل طبق كبد بالقوانص زي الطاجن كده، حاجه تحفه. انا قطعت البصل زي ما انتم شايفين كده شرايح، انا عايزاها كبيره مش عايزاها صغيره، بطريقه سهله وجميله. وتعالوا مع بعض نعمل ايه. نحضر الطاسه بتاعتي وهضيف مكعب زبده، وهضيف مع مكعب الزبده بتاعي حبه زيت عشان خاطر الزبده بتاعتي ما تتحرقش. بس كده فايه هعمل ايه، انا هحاول بقى ان انا اسيح الزبده مع الزيت عشان ما تبقاش انا حاسه ان هي في جنب واحد كده، حاسه ان هي هتتحرق. فطبعا مش هتتحرق معايا، انا بحركها بالحرف السكينه كده لحد ايه ما تتشوح معايا في قلب الجريل بتاعي كله. بصوا بقى وصفه النهارده حلوه قوي ولذوذه كده. إيه كنا محشي اتدفينا. الجو ساقع جدا يا جماعه، ساعه. انا مش عارفه ايه كميه الساعه اللي احنا فيها دي. مرة واحدة كده الدنيا قلب خلاص بقت شتوية يعني، واحنا دخلنا في الأجواء الشتوية بقى سيبنا الهزار كله دخلنا في الجد. فلازم بقى عشان دخلنا في الجد كل الأكلات اللي جاية كلها لازم تكون فيها تدفئة عالية. فما فيش أحسن من المحشي عشان خاطر يكون فيه تدفئة عالية، وكمان ايه يدفي الدنيا كده. بصوا ضفت البصل على شوية الزيت ومكعب الزبدة بتاعي. انا مش هخلي البصل اكتر وقت ممكن على النار، انا هسيبه بس لحد ما يدبل معايا. يدبل بس يعني ما ياخدش معايا اي حاجه غير لون زي ما انتم شايفين كده يدبل. وبعد كده هنزل عليه بالكبد والقوانص. الكبد والقوانص كانت عندي كميه الكبد اكتر من القوانص بطريقه بس حلوه قوي. بصوا يعني طريقه حلوه قوي يا جماعه. طريقه الكبد والقوانص ديت صراحه ممتازه. انا بقول لكم لازم تجربوها، جربوا الوصفه دي، حلوه قوي 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 وهتنبهروا جدا. هي ما فيهاش اي حاجه غير بسيطه قوي. شوحت البصل وضفت عليهم الكبد والقوانص زي ما انتم شايفينها كده. بصوا مغسوله زي الفل والقشطه، ومنقوعه طبعا بليمون وملح ودقيق عشان خاطر ايه لو فيها اي زفاره. كمان انا بتبقى حاجات بيتي، وكمان انا بغسلها غسله حلوه عشان انا ما بحبش ريحه الزفاره. هضيف بقول لكم اهو الفلفل الاسود، هضيف بقى شويه بهارات حلوين كده هيعلوا معايا التست قوي 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 قوي. دي الفلفل الاسود. وبعد كده هضيف كمان ايه شويه بابريكا مدخنه، بتخلي لي الوصفه بتاعتي في حته تانية خالص، حلوه قوي 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 قوي. وهضيف عليهم كمان حبه زنجبيل ده تحفه برضو. لو في اي زفاره في الاكل ولا في اي حاجه يعني بتضيعها. الزنجبيل والبابريكيا والفلفل الاسمر. وهقلب بقى المكون بتاعي كده لحد ما تشوح. وبعد ما تشوح هضيف زي كوبايه من الميه، كوبايه صغيره من الميه، مجرد بس ايه اديها التشويحه كده وبخار لو في عشان القوانص بتاعتي يعني بتاخد سوا اكتر شويه من الكبده. وهضيف الملح وهسيبهم بقى مع بعض كده يلفوا لفتهم وايه وارجع لكم تاني. هضيف بقى الفلفل الاخضر، بس الفلفل الاخضر هضيفه اخر حاجه لان انا عايزاه كده بيبقى لونه باين كده في الاكل ما يبقاش مهري. لا بضيفه اخر حاجه. بصوا الميه اتبخرت من الوصفه بتاعت النهارده. هقلب تقلبتين مش اكتر من كده وهغرف الطبق بتاعي. حاجه تحفه، حاجه جميله قوي. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك. وصفه النهارده وصفه حلوه قوي 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 وبتاعت اليومين دول. كلكم بقى تقوموا كده تجيبوا بقى كرومب كده وسلقي وحضري، والله ما بياخد معاكي وقت. بس انتي تشجعي كده واعملي الوصفه بتاعت النهارده، وصفه حلوه قوي قوي قوي. شلتها من على البوتاجاز وحضرت المخلل بتاعي. وتعالوا مع بعض بقى ايه نعمل ايه يا جمال المحشي. بصوا المحشي يا جماعه وجماله. بص حله المحشي الكرنب عامله ازاي.
مفيش ولا صباع مفكوك ولا اي حاجة. وطالعة طبعا متماسكة جدا وحلوة، ومن اول صباع لاخر صباع حلوة قوي وسواها زي بعضيها. انا بحب قوي اسوي المحشي في الحلل الالمونيا. صراحة مفيش احلى من حلل الالمونيا. بتدي طعم حلو قوي وكمان غنية. بتحافظ لي على الاكل. التسوية بتبقى من كل حتة. لا الصراحة الحلل الألمونيا لا يعلى عليها. بصوا بقى الجمال. قولولي لو طلعتي صباع معايا محروق هديكي اللي انتي عايزاه. بصوا يا جماعة، انا بشيل بس الورق اللي انا حطيته. الورق ده بيحميلي المحشي من اي صباع يتلسوع او اي صباع يبقى يعني غير التاني. بصوا المحشي عامل ازاي، بصوا الجمال، بصوا اللون. تحفة تحفة تحفة. وجمال جميل جميل جدا، ومن اول صباع لاخر صباع كان ممتع قوي ومستوي وحلوة قوي. وبألف هنا وشفا. وتعالوا بقى والمية بتاعته مظبوطة. اهم حاجة في المحشي المية بتاعته كانت مظبوطة جدا، ان هي الشوربة. تعالوا بقى نغرف في الطبق الكبد والقوانص زي ما انتم شايفينها كده. طبعا دي شوزي كده حاجة تحفة. فيها صوص بسيط. جميلة. وطعمها طبعا رائع، اكثر من رائع كمان. انا حطيت لكم لوموشن القلب ده عشان انا بحبه جدا. وتعالوا اتفضلوا معانا. والله اكلها كانت حلوه قوي 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 قوي. ودفتنا فعلا، وكان الجو فعلا يعني كانت هي حلوه قوي في الجو اللي احنا فيه ده. كان الجو ساقع جدا، وكنا نفسنا في حاجه تدفينا ناكلها وندفى بعديها. ما لقيناش احسن من الاكله دي. لسه مشتركش معايا في القناه ينزل اشترك ونضغط لايك، ويلا بينا اوريكم النهائي بقى. النهائي بتاع الاكله التحفه اللي انتم شايفينها دي. محشي كرنب يا جماعه تحفه من اول صباع لاخر صباع، اكثر من رائع. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ويا رب اشوفكم في فيديو جديد. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.